3 اخوات من المانيا قدروا يضحكوا على اغلب شركات العالم ويكسبوا مليارات بحركه بسيطه قوي. سنه 1999 اوليفر ومارك والكسندر بداوا يدخلوا عالم البرمجه بس بطريقه مختلفه. لقوا شركه اي باي بتكسب مليارات، فراحوا عملوا نسخه طبق الاصل منها وسموها الاندو. المفاجاه بقى ان شركه اي باي نفسها اشترت الاندو ب 50 مليون دولار بعد 6 شهور بس. طب بعدها بقى يبطلوا ويبداوا يستثمروا في حاجه من ابتكارهم؟ لا، دول راحوا عملوا شركه وسموها روكيت انترنت. بس عارف بقى الشركه دي بتعمل ايه؟ بيشوفوا اي شركه جديده او اي موقع جديد فكرته بتنجح ويجروا يقلدوها بالظبط، بس يشغلوها في سوق تاني لسه الفكره ما وصلتوش. فمثلا امازون عملوا موقع زيه اسمه زالاندو وشغلوه في اوروبا، وحتى اوبر عملوا زيه ابلكيشن وسموها ايزي تاكسي وشغلوها في البرازيل، وعملوا اكتر من 75 شركه في 50 دوله وكسبوا مليارات. وحتى جوميا هم اللي عملوها عشان يقلدوا امازون، وبعدها بقت اكبر منصه اي كوميرس في قاره افريقيا. بس تفتكر بقى ده ذكاء وعبقريه تسويقيه، ولا ده غش منظم، ولا ناس فهموا اللعبه من قبل ما تبدا واستغلوا ان العالم بيتحرك ببطء وهم جريوا بسرعه، وان السرعه اوقات بتكون اهم من الفكره نفسها؟ بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.